ما هي ماشية بالكوسة يا عم. ليه بنقول على الوسطى دي كوسة؟ ليه ما نقولش دي جزر أو بطاطس أو أي حاجة تاني؟ اشمعنى الكوسة؟ الحقيقة إن علاقة الكوسة بالوسطى بدأت من زمان أوي، من أيام المماليك والفاطميين. وقتها كان في سوق كبير بيتعمل جوه القاهرة الكبرى علشان يتباع فيه الخضار والفاكهة، والقاهرة كان حواليها سور كبير، وده لسه موجود منه بقايا لحد دلوقتي. السور ده كان بيبقى ليه أبواب، وكل باب كان بيبقى عليه حراس علشان ينظموا دخول البياعين جوه السوق. وطبعا الفلاحين كانوا بيجوا من بدري جدا وبيقفوا فيه طوابير طويلة لحد ما يعرفوا يدخلوا جوه السوق علشان يبيعوا بضاعتهم، ما عدا الفلاح اللي كان معاه كوسة. كان بيدخل هو أول واحد حتى لو كان جاي آخر واحد. وكانوا الحراس بينادوا على المزارعين والتجار ويقولوا كوسة يدخل، وده علشان الكوسة من المحاصيل اللي بتبوظ بسرعة من الحر والشمس، فكان لازم تتباع على طول. وده اللي خلى التجار يغضبوا، وكانوا بيبصوا بحسرة لبياع الكوسة وهو داخل ويقولوا يا بخته ما هو معاه كوسة. في الوقت ده بنقول على أي حاجة سريعة وخارجة عن القانون ما هي كوسة.